أهلا بيكم. لأول مرة بيجتمع المصريين على فرحة واحدة، ترشح السيسي. اللي بيحب السيسي فرحان إنه ترشح، واللي بيكره السيسي فرحان برضه إنه ترشح. أسباب الفرح بترشح السيسي كانت كتيرة قوي، بس كل واحد ونيته. يعني مثلا كان في ناس فرحانة بترشح السيسي لأسباب عائلية بحتة. الصحفي أستاذ أحمد الجارلة. ما تنسيش اني يوم ما حلفت بالطلاق انه حيترشح. صحيح. صحيح. الحمد لله حفاظا على الأسرة. السيسي ترشح وأنقذ عائلة كويتية. أيوة. اليوم المدام سعيدة انه أكيد تطلق. أكيد. كان في ناس تانية برضه مستنية السيسي يعلن ترشحه حفاظا على نوع معين من الكائنات كان مهدد بالانقراض. بحبك يا سيسي واموت فيك يا سيسي، انت يا سيادة الرئيس، والحمد لله اللي انت بقيت الرئيس. كنت اولع في نفسي انا واختي لو ما كنتش نزلت تبقى الرئيس. احنا بنشكر السيسي انه اعلن ترشحه لانه انقذ الست دي من انها تولع في نفسها تاني. وفي وسط الناس اللي كانت عماله تناضل عشان السيسي يعلن ترشحه، في واحد كان بيناضل عشان مطلب تاني خالص. بأناشد الرئيس الجليل المستشار عدلي منصور أن يمنح المشير عبد الفتاح السيسي قلادة النيل. قلادة النيل. يستحق أن يحصل على قلادة النيل. ايوه يا استاذ احمد، يعني تفتكر ليه السيسي يستحق قلادة النيل؟ صراحة راجل مشرف والله. أحيانا طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكر. بس احنا في يوتيوب قدرنا نوصل للسبب الرئيسي لفرحة الشعب المصري بترشح السيسي. اصل شوف، هي خلاص هي بقت جوازة من 30 يونيو احنا اتجوزنا. فالناس يعني بتحتفل بالفرح النهارده. بالظبط، كلنا عارفين ان السيسي كان واخد مصر عرفي من يوم 30، وكان لازم يصلح على خلطته دي ويتجوزها رسمي ويعمل فرح بقى. أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. يا حلاوة تسلمي أيوة كده، هو ده. عمالين نبعتوا تاكس مسجز مبروك كونجراتوليشن. شروطة تانية بليز. يا سلام. ولا نهائي كاس الامم الافريقيه. بصراحة مصر كلها كانت مستنية اللحظة دي بفارغ الصبر، يعني خلي الامور تبقى شرع برضه. بعد اللي حصل في 30/6 السيسي قال انه مش هيترشح لانتخابات الرئاسة. ماليش طمع في اي حاجة، بس هيثم السيسي ممكن يترشح، الشيف سيسيني، الممثل جوني سيسي، مصلح السيسي بتاع الكنافة، دكتور جيكل السيسي ممكن يترشح، الملاكم سيسي الدرفيل، افاتار السيسي، عم عبدو السيسي بتاع العصير، وجو تيوب اللي مظبطه. اي حد ممكن يترشح بعد 30/6. المهم سلاحك في ايدك، دبابتك في الشارع، واللي يعارضك. انتخابات الرئاسة ولا ليها لازمة. ومع التحوير اترشح السيسي، وكان اول مرشح انتخابي يجي في التاريخ بالجواري بتوعه. السيسي حسمها وأخذ القرار سويعات ويصير مرشحا بعد طول الانتظار. فيا فارس الفرسان أنت رهاننا وإليك ما نبغي باختصار، ولا تنسى الغاز والسولار. واشتغل الجواري في الفضائيات تحليل لخطاب السيسي، وكل جارية عمالة تحلل الخطاب على مزاجها. وناخدها كوتيشن انه بيقول لنا انا الان مثلي مثل كل الوطنيين اللي هيتقدموا لهذا السباق، والحكم والحكم لكم، ولتعرفوني بما لم تسمح إدارتي للمؤسسة
أن تعرفوا مكنوني، وده مهم جدا ويفك للبعض جزء من فكرة ليه ما كانش هو نفسه، لأنه مش هو نفسه. هو مش هو ازاي يعني؟ اوضحي اكثر يا جارية. حصلت له غصة لأنه بيعيش لحظة فطام تأتي متأخرة. يا سودا يا كودة يا حق الهباب، قعدت على النقرة كششت كده. وده كان احسن رد للناس اللي بتقول ان السيسي ما بيعرفش يتكلم. يا جماعة الراجل لسه مفطوم قريب وبيتعلم الكلام. هو يعني اللي سقط مرسي ايه؟ مرسي ما كانش بيعرف يتكلم. في لقائي معكم أول مرة، وبعدين أعرب عن سعادتي في لقائي للمرة الخامسة. ده غير سعادته الخامرة، أنا ما خدتهاش الخامرة دي في اللغة العربية خالص. بصراحة مرسي ما كانش رئيس مفوه، يعني بلاش نضحك على بعض. البلد دي محتاجة رئيس مفوه. في لقيت ناس بتعلق بتقول احنا مش شايفين خطيب مفوه، ومين قال ان احنا عايزين رئيس مصر خطيب مفوه؟ طب يا جماعة ما تنسوش بقى تشتركوا معانا في هاشتاج انتخبوا الحسيني. بس هو الطبيعي ان اللي بيحب السيسي فرحان بترشحه، لكن اللي مش طبيعي ان اللي بيكره السيسي فرحان برضه بترشحه. الناس عملوا له هاشتاج وسموه انتخبوا التيت، وخلوا الهاشتاج ده من اكبر هاشتاجات العالم، لدرجة ان في ناس من اللي داخله الهاشتاج مش عارفة يعني ايه اصلا كلمة هاشتاج، بس عارفة ان السيسي تيت. بلد ديت فيها قلة أدب. فجأة ظهر هاشتاج اسمه انتخب وشتيمة. مش هقدر أقولها جملة قذرة بتشتم في السيسي. هاشتاج الوسخ اللي هم عاملينه، هاشتاج انتخبوا أقل حاجة يتقال عليه إنه وسخ. وأنا بدعو الناس كلها إنها تنتخب العصر دي. هاشتاج ده هو نمبر 1 دلوقتي. بره مفيش الكلام ده والله. أردوغان قفل التويتر كله. بس فرحة اللي بيكرهوا السيسي ما كانتش بسبب الهاشتاج ده بس، هم فرحانين عشان كل شوية يجي يقول لك ها شفت بقى انه طلع انقلاب؟ صدقت بقى انه انقلاب؟ اهو انقلاب اهو يا عم، ومش بكلامنا ده بكلام خير اجناد الارض. أن السيد فريق عبد الفتاح السيسي أكد كثيرا أنه لا يفكر في هذا الأمر. يا عم بقول لك خير اجناد الارض، هو اي خلق خلاص؟ عايز راجل بجد يعني خير اجناد الارض. ويقول لك يا سيادة اللواء اللي حصل ده انقلاب وما ينفعش كده ويعني ايه وبتاع. عظيم انقلاب. سيادة الفريق عبد الفتاح، سيادة الفريق اول عبد الفتاح خد نجمة زيادة ولا رتبة. عظيم. لقيته سيادة الوزير سيادة الفريق اول عبد الفتاح بقى رئيس وزراء. عظيم. بقى رئيس جمهورية. لا والله ما حكم عسكر، ولا في اي رغبة ولا ارادة لحكم مصر. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفوا ملناش طمع في اي حاجة. الناس اللي بتكره السيسي خدت البقين دول وطاروا بيهم، وقال لك مش قلنا لكم ان ده انقلاب؟ وفرحوا قوي عشان اثبتوا ان وجهة نظرهم كانت صح. وفي وسط فرحة الطرفين دول ظهر فصيل سياسي زعلان قوي، لانه كان اول فصيل في تاريخ السياسة ياخد على قفاه وما يقدرش يقول اي. انا لما قريت الواشنطن بوست لقيت انه حضرتك قلت انه الفريق السيسي لا يفكر في الترشح للرئاسه. مظبوط. ده معلومه ولا نقاش ولا انطباع ولا؟ لا معلومة، وهو قال لي هذا الكلام وانا اثق فيما يقوله، وهو سعيد في دوره في القوات المسلحة وامل ان يستمر في القوات المسلحة. لا استطيع ان اتعامل مع الفريق اول عبد الفتاح السيسي الا في حدود ان اصدق ما قاله، وهو قال انا مش هترشح للرئاسة. الفصيل ده يا جماعة خد اكبر ركوبة في تاريخ السياسة. الجيش قال له تعالى بس كده اعمل معايا ثورة، وانا اول ما تخلص واقضي على خصومك اقسم بالله تاني ما حد هيمسكها الا انت. انت فاكر انقلاب ولا ايه؟ مدنية يا جدع، مدنية. قول ورايا كده، مدنية 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 مدنية. مفيش مدنية مدنية مدنية
مدنية مدنية مدنية مدنية. عايزين نشكر كل الناس اللي اشتركت على صفحتنا على فيسبوك اللي بيهم وصلنا ل1,000,000 مشترك الاسبوع اللي فات. هتلاقي الرابط بتاعها موجود تحت الفيديو وتحتيهم رابط تويتر وانستجرام، ما تنساش تعمل فولو. وعايزينكم برضه تتجدعنوا معانا وتوصلونا ل1,000,000 مشترك على اليوتيوب بان انك تضغط سبسكرايب من هنا وتتفرج على حلقاتنا اللي فاتت، وما تنساش تعمل شير للحلقه.